يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. كل سنة وانتم طيبين. رمضان فاضل عليه يومين خلاص، وهنعمل احلى عصير معانا حلو جدا يروي عطشك بعد صيام يوم طويل، وهو الكركديه. هنعمله بدون نقع وبدون غلي على النار. هنعمل بودرة الكركديه وبودرة العناب بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ومفيهاش الوان صناعية خالص، واحلى من اللي بتشتريها من بره. يلا نبدأ الوصفة ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه. معايا ربع كيلو من الكركديه زي ما انتم شايفين الغامق ده، الكركديه الاسواني احلى نوع يتعمل بيه عصير الكركديه يا جماعه، بيبقى حلو جدا. بصوا غامق ازاي. جبت علبه الخلاط، ممكن تعمليه في الكبه وتعمليه في علبه الخلاط. هنطحنه في علبه الخلاط طحن كويس جدا، هنضربه ضربا مبرحا كده لغايه ما يتطحن معايا كويس جدا. هيبقى حلو قوي لان احنا مش هنعمله لب غليان، ولا هننقعه في ميه ولا اي حاجه خالص. بعد ما طحنته زي ما انتم شايفين هنعبي كوبايه كده كامله، بيتعمل في ثواني، ما بياخدش وقت خالص معاكي. في رمضان مش هيغلبك خالص. مليت الكوبايه كده، هبدا ايه انخل الكوبايه كده كاني بنخل دقيق بالظبط، لغايه ما انزل كل الايه البودره بتاعتها. والحبه اللي فوق دول الخشنين ممكن تحطي عليهم معلقه سكر وتطحنيهم تاني، برضه هيبقوا حلوين جدا معاكي زي ما انت شايفه كده. بعد ما اتطحنوا هنزل على كوبايه الكركديه بكوبايتين من السكر. هتقولي سكر كتير، هقولك لا استني بس هنشوف مع بعض. ده انت لسه هتقلبيه وهتحطي منه معلقه او معلقتين، وبعدين هتكملي ميه، فالسكر بتاعي يبقى معتدل جدا. زي ما انت شايفه انا بقلبه كويس جدا كده. بس هتقولي ده فاتح يا سمر، ده مش هيدينا لون الكركديه. اقولك لا استني، بس احنا مش هنحط الوان صناعيه فيه خالص، هنعمله كده حاجه هيلسي. طبعا الكركديه فوائده كتير جدا يا جماعه، حلو جدا للانيميا، وبيعالج فقر الدم، يعني حاجه كده من الاخر. نزلت عليه بمعلقتين من الميه، وفي المرحله دي بقى هبدا البس جلوفز واخلطه كويس جدا مع بعضه كده لغايه ما يديني السمك واللون اللي انا محتاجاه. هي لغايه ما يبقى عامل زي ايه الرمله، حبيبات الرمله كده، يبقى حبيبات الرملة المندية كده زي ما انت شايفة كده. نزلت عليه بمعلقة مية كمان وقعدت افركه لغاية ما اداني اللون الجميل ده بتاع الكركديه كده. احلى لون ممكن تشوفيه للكركديه بدون الوان صناعية وبدون اي حاجة، جميل جدا وبدون مواد حافظة. هقسم الكمية دي على نصين عشان اعمل احنا كده عملنا بودرة الكركديه، نعمل بودرة العناب. بودرة العناب مش بالكركديه بس يا جماعة، بودرة العناب هنستعمل بايه؟ بالتمر هندي. مش هنجيب قصاصة تمر هندي من عند العطار ولا حاجة، لان دي الوان صناعية وروايح كده ومكسبات طعم. هنعمله حاجة صحية جدا. فاكرين التمر هندي اللي عملته معاكم من يومين؟ هو ده هننزل عليه بتلات اربع معالق كده من التمر هندي عشان يدينا الطعم العناب المميز اللي احنا كلنا بنحبه في رمضان. واحلى مشروب ممكن تشربيه في رمضان زي ما انت شايف، فوائده كتير للانيميا والفقر الدم حلو جدا يعني لكل حاجة بصراحة، وللمناعة. زي ما انتم شايفينه بقى بالشكل القمر ده. دي بودرة الكركديه والتاني بودرة العناب، جميلة جدا نحتفظ بيهم في الفريزر، مش هيحصل فيهم اي حاجة، يقعدوا معاك طول شهر رمضان من غير اي مشكلة خالص. جبت دورق وهنزل فيه بمعلقتين، من معلقتين لتلاتة كده من البودرة، وهنقلبه كويس جدا. وبعدين هنصفيه زي العرقسوس بالظبط، هنجيب شاشة ونصفيه زي العرقسوس. بعد ما تصفيه كده زي العرقسوس بالظبط بقى بالشكل القمر اللي قدامك ده، كوبايتين بقى وحتتين تلج وانزلي عليهم بأحلى مشروب ممكن تشربيه، وأحلى مشروب يروي عطشك في رمضان بعد صيام يوم طويل زي ما انت شايفة كده. نبدأ بقى نعبيه في علب أو في أكياس. لو عايزة تحطيه تحتفظي بيه في التلاجة، يبقى تحطي عليه نص ليمونة أو نص معلقة ملح ليمون وتحتفظي بيه في التلاجة عادي. لو عايزة تحطيه في الفريزر ما تحطيش عليه أي ولا ليمون ولا بودرة ملح ولا بودرة ملح ليمون ولا أي حاجة خالص. هنحطه كده في الفريزر يقعد معاكي طول شهر رمضان، وتطلعي كل يوم تاخدي منه زي ما انت عايزه وترجعيه تاني الفريزر. وبقى بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده، واحلى مشروب ممكن تشربيه في رمضان يروي عطشك بعد صيام يوم طويل. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.